اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الجمال. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا الطعامة. الجمال عدى الكلام. ده بروست. طبعا انا عملت معاكم قبل كده على القناة بروست برضو، وعاملاه برضو بنفس الطريقة، طريقة تحفة. هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها. ومعاه رز بسمتي عملته معاكم برضو ونزلته على القناة، ومعاه سلطه كول سلو، ومعاه التوميه. طبعا انا منزله لكم قبل كده طريقه عمل التوميه وطريقه عمل سلطه الكول سلو وطريقه عمل البروست والرز البسمتي، ونزلت لكم برضو دلوقتي طريقه عمل الرز البسمتي تاني، وكمان الفراخ البروست. طبعا انا منزلاهم معاكم اليومين دول طريقه عمل الرز البسمتي، وهنزل النهارده الفراخ البروست. طبعا من كام شهر انا كنت عامله معاكم طريقه عمل التوميه، وكمان طريقه عمل سلطه الكول سلو، وكمان طبعا الكلام ده كان من كام شهر. طبعا اصلا انا كنت عامله من زمان معاكم قبل كده سلطه الكول سلو على القناه، يعني منزلاها معاكم مرتين. تمام، فقلت بلاش ايه انزلها المره دي هنزل معاكم طريقه عمل اللي هو الفراخ البروست، وكمان طريقه عمل الرز البسمتي. دلوقتي بقى هنجيب شويه من الميه كده، هقول لكم كام كوبايه ميه بالظبط. هنزل دلوقتي بخمس كوبايات من المية وثلاث معالق كبار من الملح، اللي هي المعلقة الكبيرة، يعني ثلاث معالق كبار من الملح. ودي اول معلقة سكر، وادي تاني معلقة سكر، وادي قولي حوالي معلقتين كده وايه ونص من السكر، او ثلاث معالق عادي. هنزل عليهم بثلاث معالق من الخل. طبعا بنفس المعلقة هعاير بيها، اللي انا عايرت بيها الملح والسكر والخل، 3 خل و3 ملح و2 سكر. وطبعا هفضل ايه اقلب فيهم كويس جدا. طبعا انا هنقع الفراخ دي ايه، الخلطة دي للنقع، هنقع الفراخ هنا لتاني يوم، علشان الخلطة دي جميلة جدا للفراخ. بوريكم اهو الفراخ، ده دبوس الاول اهو. طبعا الفرخة بتتقطع على 8 قطع، طبعا انا عاملة 3 فرخات، مقطع الفرخية على 8 قطع. يعني مثلا الورك على قطعتين، والورك التاني على قطعتين، والصدر على قطعتين، والصدر التاني على قطعتين، يبقى 8 قطع. وكمان الجناح مقطعة كل جناح لوحده، يبقى كده 10 قطع. طبعا الفراخ دي بتبقى اصغر من الفراخ بتاعة الطبيخ. ليه بقى؟ علشان تستوي معايا، لان انا مش هسلقها. انا دلوقتي جبت الفراخ دي بتبقى اصغر من الفراخ التانية، طبعا زي ما قلت لكم، علشان الفراخ دي تستوي معايا وما تكونش ناية من جوه، ما تكونش فيها دم. جبت كده قطعت الفرخة كده على 8 قطع، والجناح يبقى 10 قطع الفرخ، ودول 3 فرخات. هجيب بقى مثلا الدبوس، اشرخ فيه كده بالسكينة، وبرده الصدر كده، وبرده بقية الورك كده. ليه بقى؟ علشان انا هنقعه في الخلطة دي لتاني يوم، علشان الخلطة دي هتساعد على التسوية، لانها بتدخل كده بتتخلل في الانسجة بتاعة الفراخ، وبتساعد على التسوية، بتخلي الفراخ تستوي بسرعة. فعلشان كده مفتحة الفراخ من كل جنب كده بالسكينة، علشان الخلطة دي تقعد فيها لتاني يوم، تتخلل في الانسجة بتاعة الفراخ وتساعد على التسوية. هسيب الفراخ منقوعة فيها كده لتاني يوم. طبعا الميه ما كفتش، لان دول 3 فرخات، والفرخه زي ما قلت لكم مقسمينها كده على 8 قطع، والجنحان يبقى 10 قطع، يبقى دول كده معايا 30 قطع من الثلاث فرخات. هحطهم هنا وهزود شويه ميه وملح وخل، وبعد كده هحطهم في التلاجة لتاني يوم. طبعا اولا انا بمنتج الفيديو الساعه 8 الصبح، فسوري لو سامعين اي اصوات، لان النور قاطع، ودول اصوات الناس في الشارع، والساعه 8 الصبح، فالنور قاطع، فقلت امنتج معاكم الفيديو كده وانا قاعده، فالصوت هيبقى قريب شويه، فسوري بقى لو سمعتوا اي صوت، ده من الشارع. زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت الفراخ كلها. طبعا زي ما قلت لكم الفراخ دي بتبقى اصغر من الفراخ اللي بنطبخها، يعني دي فراخ اللي هي البيضه التسمين لازم تبقى اصغر علشان تستوي. لو جبناها معديه 2 كيلو وشويه مش هتستوي معانا، وهتكون مليانه دم من جوه، وهتكون مش مستويه كويس. فلازم الفرخه اللي هي بتاعه البروست تبقى حوالي 2 كيلو الا ربع مثلا، او مثلا اقل من 2 كيلو. انما اكبر من 2 كيلو لا، كده مش هتستوي معانا. ولازم الورك يتقسم على 2، والصدر برضو هكذا، علشان لو مش قسمناهم، لو سيبنا الورك زي ما هو والصدر زي ما هو، كده مش هتستوي معانا. هنسيب بقى الخلطة دي لتاني يوم، لان الفراخ دي كمان مش بتتسلق معايا، فكده مش هتستوي بسهوله. تعالوا بقى احنا كده تاني يوم دخلنا الفراخ في التلاجة. طبعا بتقفلي عليها، بتغطيها باي حاجه، غطا، كيس بلاستيك، اي حاجه ستريتش، اي حاجه عندك بتغطيها بيها.
دي بقى الخلطة تاني يوم. تعالوا اقول لكم هنحط ايه. البهارات معايا هنا معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بهارات فراخ، نص معلقة كبيرة فلفل اسمر، نص معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وكمان معلقة ونص كبار من الزعتر، وكمان معايا كوبايتين من الدقيق وكوباية من النشا. هنجيب بقى طبق علشان نعمل ايه الخلطة دي كلها مع بعضيها كده. طبعا الفراخ ده تاني يوم كده انا طلعتها من التلاجة، صفيتها من المية كويس جدا وغسلتها. طبعا المية دي كمان بتشيل الزفارة منها. نزلت بالدقيق والنشا اهو، وبعد كده البهارات هقلب فيهم كويس جدا، وهنزل عليهم باول كوباية من المية. انا عايزة الخليط ده يبقى عامل زي خليط البانكيك كده. هنزل الاول باول كوبايه من الميه وهقلبهم كويس جدا بالمضرب، وهنزل بكوبايه كمان من الميه وافضل اقلب فيهم كويس جدا. طبعا انا بنزل بالميه تدريجي لحد ما اشوف ايه بقى عامل زي خليط البانكيك كده بالظبط. علشان بعد كده هجيب الفراخ هنزلها كده في الخلطه دي واسيبها حوالي ساعتين 3 في التلاجة، علشان الخلطه دي كده هتدخل جوه الفراخ هتديها طعم خطير. طبعا يا حبايب قلبي الرز البسمتي اللي انا كنت عاملاه مع الفراخ دي نزلته لكم حوالي من 12 يوم كده، كان يوم جمعة نزلته الصبح، كان من 12 يوم بالظبط. وبعد كده جيت نزلت تحضيرات اللانش بوكس بعديها، وبعد كده قلت بقى ايه علشان المدارس قربت تخلص فالناس تاخد افكار، قلت بعد كده انزل الفراخ البروست اللي انا عاملاها مع الرز البسمتي. بس الفيديو ده كده يعني انا منزله الفراخ البروست دلوقتي ومنزله الرز البسمتي من حوالي 12 يوم. اصلا الاكله دي عاملاها حوالي داخل في 15 يوم كده. المهم نزلت بشويه من الميه كمان، هو هياخد حوالي 3 كوبايات من الميه. طبعا انا ما عدتش بنزل فيديوهات كتير زي الاول لان مفيش تفاعل على القناه قوي يعني. انا نفسي بس الناس تعمل لايك، لان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو، لما الناس بتعمل لايك الفيديو بيرتفع. فالقنوات الجميلة اللي بتعلق لي يا ريت اهم حاجة قبل ما تعلقوا اللايك يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم يا رب وكلنا نحقق الشروط. ونبقى يعني من اصحاب القنوات الكبيرة، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا طبعا. المهم بعد كده فضلت اقلب في الخليط كويس جدا. على فكرة هو خد حوالي 3 كوبايات ونص، متهيألي انا حطيت نص كوباية كمان. زي ما وريتكم الفراخ وهي في المية كنت لسه مطلعوها من التلاجة، وبعد كده كبيت من عليها المية. طبعا المية دي بتبقى واخدة الزفارة كلها، كبيت عليها المية دي، المية اللي احنا سايبينها فيها من بالليل. وبعد كده غسلت الفراخ كويس جدا، وبعد كده نزلت بيها في الخلطة، قلبتها في الخلطة كويس جدا، هسيبها حوالي ساعتين او 3 في التلاجة. تعالوا بقى ما اقول لكم بعد كده هنعمل ايه الكفر اللي هنعمله من بره. طبعا اهم حاجة سيبيها ساعتين او 3 في التلاجة علشان تاخد من طعم الخلطة، يبقى طعمها جبار وتدخل جوه الفراخ من جوه تدي طعم خطير. تعالوا ما اقول لكم الكفر اللي بره هنعمله ازاي. 4 كوبايات من الدقيق وكوباية كبيرة من النشا، يعني نفس الكوباية اللي هعاير بيها الدقيق هي اللي هعاير بيها النشا، يبقى 4 دقيق وواحدة نشا. البهارات عبارة عن نص معلقة كبيرة بابريكا، وطبعا لو مش عايزة تضيفيها تاني عادي، وكمان نص معلقة كبيرة فلفل أسمر، ونص معلقة كبيرة ملح، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، كمان معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، وكمان معلقة كبيرة من التوم البودر، وكمان معلقة كبيرة من البصل البودر. عايزة اقول لكم طبعا البصل البودر انا كنت عيناه في التلاجة علشان كده عامل كتل مدور كده، بس هو تمام ونضيف ومفيش اي حاجة فيه. بس علشان كنت خايفة ان هو يبوظ لاني مش بستعمله كتير فحطيته في التلاجة، علشان كده يعني ايه ناشف كده وعامل كتل مدورة كده لامم على بعضه يعني علشان كان في التلاجة. المهم قلبت الخليط الدقيق بالنشا بالبهارات كلهم مع بعض كويس جدا، وجبت الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين طلعتها من الخلط. وبعد كده بقلبها في الايه في الدقيق والنشا والخليط يعني في الخلطة كويس جدا. يبقى تاني جبنا الفراخ وهي في الخلطة طلعتها ونزلت بيها عشان اعمل الكفر في النشا بالدقيق بالخليط اللي انا قلت لكم عليها البهارات يعني، وقلبتهم كويس جدا، وبعدين حطيتهم في الفريزر حوالي تلت ساعة بالظبط. وبعد كده طلعتهم. طبعا اهم حاجة تقفلي عليهم بكيس او تغطي عليهم بستريتش ريب. بعد كده بدأت اقلي في البطاطس. بعد كده وريتكم الزيت، طبعا الزيت يبقى غزير، واهم حاجة تقلي في مثلا في حلة علشان الزيت يبقى كتير ومليان في الحلة كده. هاتي حلة وحطي فيها زيت كتير، اهم حاجة الزيت يبقى غزير في الحلة ومغطي الفراخ علشان تستوي كويس جدا. اول ما ننزل الفراخ اول دقيقة كده، بعد كده توطي عليها علشان الفراخ تستوي من جوه كويس جدا. اهم حاجة تقليها في حلة بلاش طاسة علشان الحلة تبقى غويطة وتسوي الفراخ كويس جدا وتبقى مغطية الفراخ. بصوا بقى الجمال، الجمال عدى الكلام. اهم حاجة يا حبايب قلبي اول ما ننزل بالفراخ في الزيت
بعد كده يعني بعد دقيقة كده نوطي عليها ونسيبها تستوي كويس جدا، وبعد كده نقلبها على الوش التاني، وبعد كده نطلعها. اوعي تحطيها على مناديل علشان مش تطري منك، اهم حاجه حطيها في مصفى وخليها تنزل الزيت اللي فيها. طبعا الاول قليت البطاطس الاول، بعد كده الفراخ، وده الرز البسمتي، وده بيبسي، ودي سلطه كولسلو. طبعا ده بيبسي اللي هو المصري، لاننا احنا عاملين مقاطعه، بس ده بيبسي المصري فحبيت ان انا اصبه في كوبايات احسن ما اقدمه في الازازه يعني وكده. المهم لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تشتركوا في القناة وتدوسوا على الزر الأحمر. اسمعوا كلام ايتم، اعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. مع السلامه يا حبيبي.